نادي الزمالك فيه مفاجأة مدوية، يخسر من زيسكو الزامبي 1-0 بركلة جزاء غير موجودة بالمرة، يعني ركلة جزاء من خيال الحكم اللي ما كانش على مستوى المباراة النهاردة. ولكن ده أمر واقع ومكتوب دايما على نادي الزمالك إن التحكيم يكون ضده على طول الطريق. ولكن الزمالك حاول إنه يرجع عن طريق حسام عبد المجيد في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن العارضة رفضته بشدة إن الزمالك يحرز الهدف. ومن ناحية أخرى النادي المصري يهزم على يد كايزر تشيفز 2-1 ليقلب المجموعة رأسا على عقب، ويصبح كايزر تشيفز هو المتصدر للمجموعة على حساب الزمالك والمصري، ويكون كايزر تشيفز في الصدارة ب9 نقاط، يليه الزمالك ب8 نقاط، ويليه المصري ب7 نقاط. ولا بديل عن الفوز في المباراة القادمة للزمالك